مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير، صحة وسلامة. معكم ميشيل من قناة ميشو سبورت. اذا اعجبك هذا المحتوى لا تنسانا من اللايك والاشتراك، ونحن لكم من الشاكرين. ثواني وسوف نعود. عدنا من جديد. الف مبروك لجمهور السوري ولعشاق المنتخب السوري. طبعا بلا شك انه اي فوز، طبعا اي فوز شو ما كان، فرق صغيرة فرق كبيرة، بيسعدنا وبيفرحنا، ولكن احيانا مع غصة. طبعا قبل ما نعلق على اي شيء لازم نبارك للكادر الفني والاداري واللاعبين والجمهور بالفوز بهالمجموعة السهلة. طبعا بنبارك بالنقاط الكاملة. مبروك الصدارة، ألف مبروك بالعلامة الكاملة. طبعا حققنا المطلوب من هاي التصفيات وتأهلنا على كأس آسيا، ولكن ماذا بعد؟ للأمانة يا شباب، نحن من قبل كنا عارفين إنه هاي المجموعة سهلة ولازم نتأهل عليها وبجدارة وبجدارة. ولكن بعد ما شفنا أول مباراة صار في خوف وقلق عند الجمهور السوري. شيء طبيعي، لأنه فورا اكتشفنا إنه رغم إنه بعد سنة كاملة مع العقيل ما شفنا لعب، ما شفنا جماعة، ما شفنا تكامل، ما شفنا فرص، ما شفنا استلامات، باصات، تمريرات، كنترولات، ما شفنا شيء خالص نهائيا تماما. كذلك الأمر بالمباراة الثانية مع بوتان وبنغلاديش، تحررت اللعيبة شوي مع فريق سهل. يعني المجموعة كلها هي سهلة. حتى فيتنام كنا نحن يعني خايفين انه نطلع من البطولة بسبب عقلية المدرب. للأمانة يا شباب، إذا نحن بدنا نضل بهالعقلية هاي ما راح نربح وما راح ننجح ولا راح نعمل شيء بكأس آسيا. إذا العقيل راح يتم عنا مع المنتخب ما راح نشم ريحة الفوز، أكيد ما راح نشم ريحة الفوز. ولهيك السبب لازم الاتحاد السوري آه، يسرع ويبدل ويشوف ويجيب لنا مدرب أفضل بكثير من اللي موجود، هو محمد عقيل. على كل حال خوسيه لانا طبعا شاف كل المباريات وشاف كل منتخب، يعني شاف كل منتخب سوريا وفي التصفيات، وهو اللي بده يقوم يعني سيقيم عمل المنتخب والمدرب، وعلى اثره راح يا يشيل العقيل يا يخليه يا يعطيه بعض النصائح والى اخره. اذا فعليا هالامر هذا فعلا انه هو آه، سيقيم عمل المدرب عقيل ويخليه، معناته في إنا بالموضوع، في إنا بالموضوع. أو إنه هو من نظرته فعلا شايف إنه العقيل منيح ولكن بده بعض النصائح معينة. المهم نحن بنتمنى الخير. حلوة شغلة حلوة كمان، نحن أحداث غير مسبوقة لكرة القدم السورية من خلال الشهر 9. طبعا فوز منتخب سوريا ببطولة نهرو بطولة الهند، فوز الفريق الناشئين بطولة غرب آسيا، وتأهلنا هلأ مع الشباب لكأس آسيا للشباب. طبعا بنرجع بنبارك لمنتخبنا وللغوالي. والنقد دائما، النقد البناء لازم يكون موجود بكل مكان، لأنه نحن بهمنا مصلحة المنتخب، بهمنا آه، سعادة الجمهور السوري. طبعا هن افضل ثلاث لعيبه اللي شفناهم بين الشباب المنتخب هن وسام دخان، انس دهان، والان عبدي. والان عبدي كان مصاب، طلع من اول مباراه وشفنا المباراتين ثلاثه الباقيات ما كمل.
أما وسام دخان أنا شايف فيه إنه راح يكون له شأن بالمنتخب السوري الأول. حتى أنا متوقع له كثير كثير تحركاته ما شاء الله عليها، لاعب فنان موهوب متزن هادي، عم يؤدي أدواره بكل إبداع. آه، في شغلة لازم أقولها اليوم أنا قريتها، وهي تطبيل. يعني خلينا نقرأ هاي الرسالة. طبعا الشامل بيقول: نتفق أو نختلف، محمد عقيل مدرب منتخب سوريا للشباب كان مبدعا في التصفيات وأدارها بحنكة كبيرة وإبداع أكبر. كل التحية لك كابتن محمد عقيل، وتمنياتي لك بالتوفيق في حياتك. تصور يا رعاك الله، هذا كلام الشامل عن محمد عقيل. شو بتفسروا هذا الكلام؟ اكتبوا لي بالتعليق. أنا بفسره يعني بالمعنى: لا تنسانا من الدعم يا عقيل. أنا هيك بفسره، لأنه نحن بنعرف في الشامل إنه كيف أفكاره. يعني كيف الأفكار اللي أنت، نحن وقت بتكون أنت يوتيوبر ونحن بنعرف أفكارك، نحن كيف نعرف شو الأفكار اللي أنت بتمشي عليها. هلأ محمد عقيل عجبك وكان عنده وكان مبدع وكان عم يمشي المباريات بحنكي. وين الحنكي بمباراة بوتان؟ وين الحنكي بمباراة بنغلاديش مثلا؟ وين الحنكي بكل الشيء اللي سواه بالمباراة الأخيرة؟ وين الحنكي؟ لو فايت علينا هدف، شو كانت حوطتك أنت يا شامل؟ التزم بال، يعني حاول انك وقت اللي تكتب منشورات او تطلع بث، حاول تكون صادق مع نفسك قبل ما تطبل. احنا مو غلط انك تطبل، طبل بطريقتك اللي بدك اياها. انا بطبل هلا لخوسيل، انا بطبل لكثير لاعبين، كنت طبل لكوبر، طبل. بس خلي دائما شغل العقل. انت ملاحظ انه 90% من الجمهور السوري مو 90%، حتى 99% من الجمهور السوري مانو يعني شايف الفريق رايح لمكان منيح، ولانه شايف العقيل مانو مدرب صالح. انت جاي يعني انا ممكن اختلف نص بالنص، مثلا انا بحب كوبر، نصنا بنحب كوبر، ما كان ما حدا النص الثاني ما يحب كوبر، كل واحد له رؤية خاصة. اما انت شايف 99% ما حدا بده العقيل، وانت عم تقول حنكي وادارة ومبدع. يعني هذا الحكي في إنا بالموضوع. طبعا علاء الدالي، نصيحة لك يا علاء الدالي: لازم تطلع من إيران، لأنه ما لك خبزة فيها. صار لك هاي 6 مباريات ولا هدف نهائيا، لا اسيست ولا هدف ولا أي شيء. كنت مع زاخو العراقي وما شاء الله وحولك وعم تأبدع وتسجل وإلك شأن وإلك كيانك هناك، بينما هون ما لك خبزة. وامبارح شلوا عرضه ل يوشع، لأنه ما عم يسجل، مع أنه سجل هدفين بالبطولة. كتر الله خير الزلمه. بابلو وقت اللي اجى اول 5 6 مباريات ما سجل. يعني كل لاعب بيوصل لمرحله انه ما بيسجل. كثير ايام عالم بتجي ما بسجل، على القليل يوشع سجل. انا ما عم طبلها الولد، انا اكيد ما راح يخدم الكره السوريه كثير لانه ثقيل، ولكن احنا ما بنحب نظلم انسان على وجه الارض. وقت اللي بدك تظلم شخص، بدك تقارنه بلعيبه كثير مرقت علينا وما سجلوا اهداف. على كل حال، انا هاي نصيحة مني لك يا علاء الدالي: ورجع على زاخو، ورجع على الدور العراقي افضل لك، وهناك بتلاقي نفسك اكثر. طبعا شو اسمه خوسيلانا سيعلن عن اللاعبين المشاركين في دورة تايلاند السبت القادم. السبت القادم سوف يعلن عن اللاعبين المشاركين في دورة تايلاند، ننتظر السبت القادم. لكم منا الحب والتقدير، والسلام عليكم، ولا تنسونا من العجبات والتعليقات، ولكم من الشاكرين. Goodbye.